السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. هو احنا كل ما نكلم شبابنا الصغير عندهم دايما كلمه ببقهم: هو انا ماليش خصوصاتي، ماليش حريه، دي حريه شخصيه. يا ابني ويا حبيبتي، الحريه الشخصيه دي حضرتك لما تيجي تعملي القهوه تشربي سكر زياده، سكر قليل، تشربي كوبايه شاي سكر من غير سكر، بتاكلي ما مش عارف، كل ده اسمه حريه شخصيه. لكن مفيش حريه شخصيه في شريعه ربنا. شريعه ربنا قال واحد اتنين تلاته. ها، قال نصلي يبقى نصلي، قال ما نعملش غلط ما نعملش غلط، نحاول على قد ما نقدر، ما احنا بشر لازم هنعمل. بس ما حدش يقول في الدين ان دي حريه شخصيه. الحريه الشخصيه يا حبيبي في الحاجه اللي تخصك، تلبس فانيلا تحت القميص ما بتلبسش فانيلا، تمشي في الشتاء بقميص نص كم بقميص، كل ده حريه شخصيه عشان الناس تفهم يعني ايه حريه شخصيه. الحريه الشخصيه في الحاجات الخاصه بيك العاديه، لكن ما فيش حريه شخصيه مثلا في القانون. يعني ليه انت بتخاف من القانون؟ ان انت تغلط مثلا، تعمل حاجه فتتحبس، عشان تخاف من العقاب الوقتي اللي هيجي لك. لكن ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لك يا عبدي انا خلقتك من اجل وخلقتك كل شيء من اجلك، فده بقى ايه؟ ايه؟ فايه بقى؟ ايه الحريه الشخصيه؟ يعني مثلا إيه؟ في حاجه فيكم حاجه غريبه قوي يا اولادنا والله ويا بناتنا. انا عارف ان انا بعمله غلط وربنا يهديني. يا ابني هو انا مش فاهم، انت عارف ولا يا بنتي عارفه اللي انت بتعمليه غلط؟ يعني انت عارفه، يعني عارفه ان ده يضر، عارفه ان ده ما ينفعش، عارف ان ده يسيء لك، عارف وفي الاخر بتقول مين؟ فازاي احنا عارفين ان كل حاجه غلط وبنصر نعملها؟ طب يا بنتي انت تمشي بشعرك كده وتمشي بلبس ملزق ومحزق، انا عارفه ان ربنا يهديني، انا عارفه ان انا غلطانه. يا بنتي طب ما انت عارفه ان انت غلطانه، ليه بتعملي كده؟ هو عافيه يعني ان احنا نعمل الغلط؟ يا جماعه لا، ممكن نبقى كويسين جدا ومبسوطين جدا والدنيا حلوه جدا، بس ما نجيش بقى جنب الحاجات اللي قالها ربنا. يعني خلاص الدنيا ما خلصتش الا عليها يعني. صح انا عارف والله اني صح، عارف. ايوه يا واد انت يا ولا، ايوه انت بتقول صح، وانت يا بنتي انا عارف ان انت بتقولي صح وابقى كويسه ان شاء الله تبقوا كويسين. بصوا، الله يقبل التوبه عن العبد ما لم تصل الروح الى الغرغرينه. يعني ربنا غفور رحيم، بس نحاول نعجل بتوبتنا عشان نعيش مرتاحين في الدنيا ونعيش نبقى مبسوطين، ولا ايه؟ ان شاء الله خير باذن الله تعالى. ان شاء الله يا اولادنا ما تصروش على الحاجات، ومنها والنبي الشيبسي والحاجات اللي انتوا بتاكلوها دي. تبقى انت عارفه ان الشيبسي اللي بيجيب لك اللوز وبيجيب لك تعب في بطنك وتاكليه، اقول لك ما تاكلوش تقولي لا ما انا بحبه. يا بنتي غلط، ملاش عندي في الحاجه اللي بتاذيكي. مع السلامه.